صباح الفل عليكم، كل سنه وانتم طيبين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح هاني كده ان شاء الله علينا وعلى المسلمين وبرضه على الاخوه الاقباط، كل سنه وهم طيبين. النهارده هنسلق البيض ونلونه بجميع الالوان اللي انتوا عايزينها، الوان طبيعيه مش صناعيه تلحوس البيض وتعوصوا ايه لون صناعي. احنا اول حاجه هنعملها هنروح جايبين 3 بيضات، اللي متاح عندي بيض بلدي لان انا ايه عندي فراخ يعتبر ايه بتبيضوا كده اهي. هنحط 3 بيضات في اللبانه دي، و3 في الحله دي، و3 في الحله دي هي غاسلين البيض. اول مكون هنعمله بالطبيعي بالايه بقشر البصل الاحمر ده، بيبقى لونه احمر وجميل. وتاني مكون مش حد يعني يتريق، بالبرسيم العادي اللي هو بتاع الغيط بتاعنا، اروح جربتوه كده اهو برسيم عادي، ولو مش عينك يبقى بقدونس او شبت او اي حاجه من دي برضه نحطه في الحله كده. والمكون الثالث قهوه او شاي بدي نفس اللون، فانا عندي قهوه اهي، فهروح حاطه ايه معلقه كبيره كده عليها، واروح جايبه حبه ملح اهو، حبه ملح عشان يثبت اللون، حبه ملح هنا وشويه ملح هنا، واروح نازله بشويه بمعلقه خل عشان برضو تثبت اللون، مع ان الالوان الطبيعيه كده كده لازم بيطلع. يبقى احنا عملنا 3 الوان، لون بالكاكاو اللي هو القهوه، ولون بقشر البصل، ولون بالبرسيم، او لو مش عندك برسيم متاح بالناس اللي هو يعني احنا فلاحين متاح ان هو ايه يبقى بقدونس او ايه او كزبره. نحط عليهم الماء السخنه ونولع عليهم ونوريكم احلى الوان طبيعيه، وكل سنه وانتم طيبين. يبقى كده بسم الله ما شاء الله، لون البصل، لون البن، لون اللي البرسيم او البقدونس مدي لون جميل خالص اهو. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تجربوا وتقولوا لي رايكم. كل سنه وانتم طيبين ومع الف سلامه، وزي ما تعودنا نسيب بعض على لا اله الا الله.